تعلم عقيدتك وتعلم العمل على منهاج أصحاب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، والزم غرز أئمتك. وهذا إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول في أصول السنة، في أول ما حرر من أصول السنة: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله واقتفاء آثارهم وترك البدع إلى غير ذلك مما حرره رحمة الله عليه. ولكن تأمل فيما بدأ به، وهو في موقفه كالطود الشامخ عندما عرضت المحنة تمسك بكلمتين فيهما النجاة. وكان المعتصم قبل أن يقدم الإمام أحمد للضرب بين يديه، وقد وقف من رؤوس وشياطين البدعة كأحمد بن أبي دؤاد وغيره من المبتدعة، قد وقفوا يغرون الإمام أحمد، وبعضهم يهدده حتى إنه لا يقول للمعتصم: اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في رقبتي. والإمام أحمد متمسك بكلمتين، يقول له المعتصم: ويحك يا أحمد، أجبني بما فيه أدنى فرج لك، بما فيه أدنى فرج لك، حتى أحل قيدك بيدي وأطأ عقبك، يعني يتزوج من بيته. ومع ذلك فالإمام أحمد يقول له: يا أمير المؤمنين، ائتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسول الله لأقول به. تمسك بالكتاب والسنة، وإياك أن تخدع، فإن أهل الزيغ قد ملأوا الآفاق. اعرض أقوالهم على كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فمن خالف فألق به إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، لا تبال به كائنا من كان، ليست له قيمة ما دام مخالفا لما جاء به رسول الله وما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله